ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده بحكايه يوجين صاحب الرتبه اف مروض الوحوش وقاهر الرتب اس. بس لو انت اول مره تتفرج على حكايه يوجين الاسطوريه فانصحك تروح تتفرج على الاجزاء اللي فاتت منها على صفحه القناه، وهسيب لك برضو اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. وقبل ما نبدا كالعاده يا ريت نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش تدعوا لاخواتكم في فلسطين. ولو اول مره تشوفنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل اللي بيشجعنا نستمر. ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. شفنا في الحلقة اللي فاتت إن يوجين عارف من النظام إن المستقبل مش بيتغير، هو بس بيضيف عليه شوية المعلومات الجديدة دي. ومعنى الكلام ده إن أخوه يوان هيموت من تاني أول ما يوصل لسن ال25، وبيدخل يوجين في حالة اكتئاب وبيجي بيسو يفوقه، وبيقرر ساعتها إنه لازم ينتقم من كل اللي بيأذوا أخوه وأولهم الطائفة. بس طبعا ما كانش يعرف عنهم حاجة، فبيقرر إنه يتصل بيونجي عشان يعرف منه المعلومات. وفي الأول يونجي بيرفض بس بعد كده بيوافق على طول، وبيقرروا إنهم يدخلوا زنزانة مع بعض وهو هيشرح ليه كل حاجة هناك. وفعلا دخلوا زنزانة تبع نقابة السدوم لأنهم بيكرهوا أخوه يوهان، وأكيد هيكونوا عايزين ينتقموا منه. بس بما إنه جاي مع هيونجي فهيكونوا محتاجين يجيبوا ناس أقوياء. وتفكير هيونجي بيكون في محله وبيظهر السدوم وتشوي ومعاهم مجموعة من المستيقظين. وبيضحك هيونجي وبيقول زي ما توقعت بالظبط، بس اللي ما كنتش متوقعه انهم هيجيبوا عدد قليل قوي كده من المستيقظين. وبينادي عليه السدوم وبيقول له تعالى هنا يا هيونجي، ولا تكونش خايف مننا وناوي تهرب؟ فبيضحك هيونجي عليه وبيقول له لا انا بس كنت بشوف انت جايب مين معاك، بس ما كنتش اعرف انك هتقلل مني قوي كده وتجيب لي تشوي بس. انت بتستهزأ بيا صح؟ بيضحك السدوم وبيقول له هتفضل معتوه زي ما انت، بس انت هتغير رأيك كليا بعد ما تجرب دي. وبتظهر كرة في ايده بتشعب الطاقة، وبتنفجر الكرة ديت وبتعمل طاقة كهربائية كبيرة جدا بتقدر انها تبطل عمل السلسلة بتاعة هيونجي. وبيتصدم جدا هيونجي هو ويوجين من اللي حصل ده، وبيقول هيونجي انا ما كنتش اتوقع ابدا انهم معاهم اداة ختم. وبيضحك السدوم جامد جدا لانه خلاص كده هيقدر انه يفوز عليهم. وتشوي بيقول له يا ابن المحظوظة ده انت وقعت على كنز كبير. ويوجين بيتوتر جدا وبيقول لهيونجي انا هشارك معاك مهارة تضخيم القوة لان الوضع كله كده شكله ما يطمنش. بيبتسم هيونجي ليه وبيقول له لا 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 سيبني انا استمتع بطريقتي الخاصة بقى، وبعدين ده انا هوريك حتة صغننة كده من قوتي الخاصة بما اني مرشدك السياحي. وبيطير هيونجي عليهم وبيخرج منه طاقة كبيرة جدا، وده اللي بيخلي باقي الفريق اللي مع السدوم يترعبوا منه. لكن السدوم في اللحظة ديت بيزعق فيهم وبيقول لهم اجمدوا يا شوية أوغاد، مش هيحصل لكم أي حاجة طول ما انتم ماشيين على الخطة اللي متفقين عليها. وفعلا كلامه بيطمنهم وبيبدأوا يفعلوا مهاراتهم ويدمجوها مع بعض، وفي واحد منهم بيعمل ليهم درع قوي جدا لحد ما يخلصوا اللي بيعملوه. ويوجين بيقلق جدا أول ما بيشوف اللي بيعملوه ده وبيقول له هم بيعملوا إيه. بيرد عليه نوى في اللحظة ديت وبيقول له أنا شفت اللي بيعملوه ده قبل كده، دول لو كملوا اللي بيعملوه ده إحنا وضعنا هيسوء أكتر. نرجع ليهم تاني وبيكونوا خلصوا دمج مهارتهم مع بعض، وبتكون اسمها مهارة الهالة اللي من خلالها بيقدروا يقووا الشخص اللي هيستخدموها عليه، واللي هو بيكون تشوي. وأول ما بيستخدموها عليه بتتضاعف قوته الهجومية بنسبة 45%، وكمان بتتضاعف براعته بنسبة 55%. حتى قوة التحمل بتتضاعف وبتوصل 45%. يعني من الآخر تشوي يتحول لإنسان مش طبيعي، تقدروا تقولوا إنه تحول لوحش حرفيا. وطبعا تشوي بعد ما بيحس بكل القوة ديت بيجري يهجم على هيونجي، لكن هيونجي بيقدر يتفادى هجومه دوت على آخر لحظة، ومن قوة الضربة بتتكسر الأرض اللي خبطها وبتتحول لحتت صغيرة. وبيتحمس جدا تشوي وبتكون خارجة منه آلة قوية جدا، وبيقول لهيونجي مر 10 سنين من آخر مرة اتقاتلنا مع بعض فيها. بيبص ليه هيونجي بكل غرور وبيقول له وأنا فاكر كويس هزمتك على إيدي ساعتها، لو أنت نسيت أنا ممكن أفكرك يا جميل. بيتعصب جدا تشوي وبيقول له ده في أحلامك،
وبيفضل يهجم عليه بضربات متتالية، لكن هيونجي الجاحد الماحد الفاحد بيقدر إنه يفلت منهم كلهم بكل سهولة. وطبعا من كتر الضربات اللي بتتضرب وبتيجي في الأرض بيحصل زلزال في الأرض، والأرض ما بتبقاش ثابتة، ويوجين بيبقى مصدوم من قوتهم دي. فنيوا بيخاف عليه وبيقول له اركب فوقيا يا يوجين، ما ينفعش تفضل كده على الأرض، الوضع خطير. والسدوم بيبقى مبسوط جدا من اللي بيحصل ده، وبيقول ايوه بقى الحيوان دوت هيموت بمجرد ما ياخد ضربة واحدة بس من تشوي. كل ده ومحدش شايف اللي بيحصل جوه، واللي بيحصل جوه بيكون كالتالي: تشوي متعصب جدا وعمال يهجم على هيونجي، وهيونجي عمال يهرب منه وهو بيضحك ضحكته المستفزة ولا حتى بيرد عليه. ونوا بيطير في السماء وبيشوف المدعكة اللي بتحصل ديت من فوق، وبيكون خايف جدا على هيونجي. لكن يوجين بيطمنه وبيقول له ما تخافش عليه، ده طلع بيلعب معاه مش اكتر. وبيقدر يوجين يفعل مهارته على هيونجي وبيشوف كل اللي بيحصل معاه، وبيتصدم جدا لما بيعرف ان هيونجي عنده مهارة جامدة جدا، وهي مهارة استبصار المعركة، واللي بتخليه يقدر انه يتوقع كل الهجمات والحركات اللي هيعملها خصمه، وبيقدر انه يتجنبها بكل سهولة كمان. عشان كده هيونجي اقوى واحد في الأمة كلها، خصوصا انه صياد شاطر جدا في القتال القريب. وفي اللحظة ديت بيتحمس جدا يوجين وبيقول لنفسه أنا لو قدرت إني أحصل على المهارة ديت وأدمجها مع كل أصحاب الرتب اس من خلال مهارة مدرب الكتاكيت، وقدرت كمان إني أروض عدد كبير من الوحوش، هقدر ساعتها إني أنقذ العالم وأخلي الدهاليز ملهاش أي لازمة. وبيتحمس جدا وبيقول أنا لازم أحصل على المهارة ديت بأي طريقة. نرجع للقتال وبيبدأ الجو حوالين هيونجي وتشوي أخيرا يهدى، وبيقدروا إنهم يشوفوهم، وبيتعصب السدوم أول ما بيشوف اللي بيحصل ده، وبيزعق في باقي فريقه وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه، يلا بسرعة ساعدوا تشوي. فبيقولوا حاضر وبيستعدوا للقتال، لكن رامي السهام بيقول له صعب جدا إننا نهجم عليه يا سيدي، دول قريبين من بعض جدا. نرجع لتشوي وهو متعصب وبيقول لهيونجي لحد امتى هتفضل تهرب مني زي الفيران كده، ما تقف وتقاتل زي الرجاله يلا. بيبتسم ليه يونجي وبيخرج السلسله بتاعته وبيقول له بس كده حاضر زي ما انت عايز، وبيهجم عليه باستخدام السلسله. والسدوم بيتضايق جدا وبيزعق في باقي فريقه وبيقول لهم اجروا بسرعه ساعدوه واحموا ظهره حالا. فبيقولوا له حاضر، ولسه كانوا هيجروا عليه، لكن هيونجي مش بيديهم فرصه وبيهجم عليهم بالسلسله بتاعته وبيخلص عليهم كلهم. وبيقول لتشوي كفايه لعب لحد كده بقى، وتشوي بتتسحب منه القوه الاضافيه اللي اخدها كلها، لان كل الفريق اغموا عليه خلاص. وهوب مره واحده هيونجي بيقوم مديله القضيه، وهوب يا عيني بيتصدم وبيقول ايه ازاي ده انا وانت بنفس الرتبه، انت جبت القوه دي كلها منين؟ وبيقع على الارض مهزوم شر هزيمه. وهيونجي بيحبط جدا وبيقول هو ده كل اللي عندكم؟ بجد انا مستاء جدا، انتم خيبتم امالي على الاخر. هو بيبص على السدوم وبيقول له ما تقوليش ان ده اخرك خلاص. بيضحك السدوم وبيقول له لا طبعا يا حيوان. ومره واحده بتظهر ريتي ورا نوا وبيزعق يوجين وبيقول له نوا حاسب وراك، لكن نوا مش بيلحق للاسف، وريتي بتديله واحده برجليها بتوقعه على الارض، وبتمسك يوجين من قفاه. ويوجين بيجيله رساله من النظام ان كل المهارات بتاعته بتتضاعف لان عدوك هو التنين ديو. وبيفرح جدا السدوم وبيقول اخيرا احنا كنا مستنيين وصولك بفارغ الصبر. لكن هيونجي بيتصدم وبيقول ده ما كانش في الحسبان نهائي. ويوجين بيستغرب وبيقول لها انت ازاي دخلت البلد، هو انت مش ممنوعة من الدخول اصلا، وانت ازاي في فريقهم هم؟ فبتقول له ريتي انا عندي مهمة لازم انجزها، لازم اقتل قائد نقابة جوبيتر واخد اخو قائد نقابة الهاوية، تعالى معايا يا يوجين. بيزعق يوجين وبيقول لها على فين؟ فبتقول له هعرفك لما نوصل. ونوا بيزعق في اخته لكن هي مش بتعرفه اصلا. ويوجين بيستغرب من تصرفها ده وبيقول غريبة، هي ليه بتناديني باسمي؟ هي مش دايما كانت بتناديني بكلمة عزيزي؟ لا وكمان هي ليه هادية جدا قوي كده وعينيها ما فيهاش اي حياة؟ هي اكيد فيها حاجة غلط. هو بيزعق فيها السدوم وبيقول لها هو انت مش معانا ولا ايه يا ريتي، ولا شكلك معاهم من الاول؟ وبتقول له انا معاكم. وبيهجم نو على ريتي من وراها وبيعضها في ايديها، وبيقول ليوجين اهرب بسرعه يا يوجين، لكن يوجين بيزعق فيه وبيقول له اهرب فين، انت مجنون، انا بالرتبه اف اصلا. وبيحضن في ريتي جامد، وبتستغرب ريتي تصرفه دوت وبتقول له انت بتعمل ايه؟ يوجين بيبص لها في اللحظه ديت وعينيه مليانه دموع، وهو بيقول لها امسكي نفسك يا ريتي، فوقي، اوعي تعملي زي ما بيقولولك، احنا اعز اصحاب، انت مش فاكرة ذكرياتنا مع بعض؟ بص حتى للسما الزرقاء، قلبك لما بيشوفها مش بينبض بسرعة؟
طبعا فريق السدوم بيكونوا مصدومين صدمة عمرهم من اللي بيعمله يوجين، وبيقولوا لنفسهم ايه الواد العبيط ده. وريتي كمان بتتعصب جدا وبتقول له ايه الكلام اللهبل اللي انت بتقوله ده، ولسه كانت هتضربه وهو بيحضنها جامد جدا وبيقول لها ايا كان اللي مسيطر على دماغك سواء لعنة او عقد، انا لازم الغي كل حاجة حالا دلوقتي قبل ما الوضع يسوء اكتر من كده. وفعلا بيفعل مهارته وطبعا بتكون مضاعفة وبيقدر اخيرا انه ينجح ويلغي اللعنة اللي عليها. وريتي بتفوق اخيرا وبتضحك وبتقول له اه يا عزيزي اشكرك جدا، اخيرا مخي رجع لطبيعته. هو بيقول لها يوجين انت فوقتي يا ريتي بجد. فبتقول له ايوه يا عزيزي كل ده بفضلك انت. يوجين بيفرح جدا وبيقول لها ريتي انا مبسوط جدا انك رجعتي لينا تاني. وريتي بتشيله زي الاطفال الصغيره وبتهشتكوا كمان، وبيقطع عليهم السدوم ايه اللحظه العبيطه دي. هو بيزعق في ريتي وبيقول لها انت بتهببي ايه يا وليه انت، الله يخرب بيتك اعملي حالا ايه اللي امرناكي بيه. بتزعق فيه ريتي وبتقول له اخرس يا حيوان انت، مش عايزه اسمع صوتك نهائي، انا مش هنفذ اي اوامر ولا اسمع كلام حد، انا هعمل اللي انا عايزاه وبس. هو بتبص ليوجين بنظره غريبه وبتقول له انت عارف يا عزيزي وانا عندي 5 سنين كنت بتمنى اني ابقى تنين شرير واخطف الاميره في البرج زي القصص اللي كنت بقراها وانا صغيره، وشكل حلمي هيتحقق دلوقتي اخيرا. وبتبدأ تتحول لتنين فعلا وهو بيكون ضخم وشكله مخيف جدا. وبيتصدم يوجين منها وبيقول لها انت مش قلتي لي ان انت واخوكي توأم التنين؟ ليه شكل تنينك مخيف قوي كده؟ وبتستخدم ريتي زئير التنين وبتمسك يوجين وبتطير بيه على القلعة اللي قدامها، وكل الموجودين بيكونوا ما بين مصدومين وخايفين الا عمنا يونجي بيكون مستمتع جدا باللي بيحصل ده. وبيقول يا خسارة يا ريتني كنت جبت شوية فشار معايا. وبيتعب يوجين جدا من قوتها ديت وبتتفعل عنده مهارة مقاومة الخوف. وريتي بتكون متضايقة لأنه ساكت ومش بيصوت وبيطلب المساعدة زي ما الأميرة كانت بتعمل بالظبط، وبتقول له أنت مش بتصوت ليه؟ وأنتم لو عايزينه تعالوا لأعلى البرج عشان تاخدوه، عايشة الدور قوي أنت يا ريتي. وبتاخده على أوضة في البرج وبتتحول لبشرية من تاني وبتقول له ها يا عزيزي قول لي الأوضة عجبتك؟ ويوجين بيخاف لك تكون هدومها اتقطعت زي أخوها. وهو بيقول لها ريتي البسي هدومك بسرعة. وهي بتستغرب منه وبتقول له ما أنا لابسة أهوت، أنت عبيط ولا إيه؟ بيستغرب يوجين وبيقول لها غريبة انت ازاي اتحولت لتنين وازاي هدومك زي ما هي؟ فبتقول له ما تقلقش انا عندي طريقتي الخاصة. فبيقول لها خلاص علميها لاخوكي ايه اللي فاضحنا في كل حتة نروح فيها ده. هو بتقعد ريتي جنبه وبتتنهد وبتقول له مش قادرة اوصف لك انا مبسوطة قد ايه لاني اخيرا لعبت لعبة التنين الشرير والاميرة. بيحبط جدا يوجين وبيقول لها انا مش اميرة على فكرة، بس على العموم مبروك ليكي على تحقيق حلمك. بتضحك ريتي وبتروح عليه وبتقول له ها هو ايه اللي كان بيحصل بعد كده؟ هو التنين كان بيعمل ايه في الأميرة؟ هل كان بياكلها؟ بيتوتر جدا يوجين وبيقول لها لا طبعا كانت الأميرة بتستنى المنقذ اللي هيجي ينقذها، وعقبال ما يجي المنقذ خلينا ندردش شوية مع بعض وعرفيني انت ازاي عملتي عقد مع الناس دي. فبتقول له انا ما عملتش عقد معاهم ولا حاجة. فبيستغرب يوجين وبيقول لها ازاي؟ امال انت ليه كنت بتسمعي كلامهم وسمعتك كمان بتقولي انك لازم تنفذي الأوامر؟ بتقول له مش عارفة اللي حصل، بس انا فاكره اول ما استيقظت جم ليا شويه من الاوغاد دول وعرضوا عليا عناصر ومعدات في المقابل اني اتعاقد معاهم، لكن انا رفضت لان كان عرضهم ليا ممل جدا. الصراحه لو كانوا تحدوني وانا خسرت التحدي ده كنت ساعتها اوافق على طول. فبيقول لها يوجين زي ما انت ما اتغيرتيش. فبتقول له ريتي للاسف ده ما نفعش معاهم وحاولوا انهم يضغطوا عليا من خلال اخويا. فبيتصدم يوجين وبيقول لها هم اكيد خطفوه لانه ضعيف. فبتقول له ايوه فعلا ده اللي حصل، بس كلهم اختفوا بعد ما ضربتهم كلهم كذا مرة. وبعدها رجعوا تاني فضلوا يقولوا لي انت الابن الاكبر للتنين المسموم ولازم تنفذي الاوامر. ومعرفش ايه اللي حصل لي بعدها، لقيت نفسي بعمل اللي هم بيطلبوه مني من غير ما احس. بيستغرب يوجين وبيقول لها معنى كده انهم عندهم قدرة بيتحكموا بيها في التنانين؟ بتقول له ريتي جايز، وممكن كمان اللي بيأمرنا دوت يكون تنين زينا، انا بحس منهم بهال التنانين الرتب العالية زي ما بحسها منك بالظبط. وبيبدأ يفكر ويحلل يوجين اللي بيحصل ده. هو بيقول انا فهمت ليه ريتي عصت الاوامر، لان مهارة مقاومة اللعنات اتضعفت وقدرت انها تفك لعنتها. بس طبعا ريتي مش هتهنيه وتسيبه يحلل كل دوت في سلام. بتبص له بصات مش تمام وبتقرب منه جامد جدا وبتقول له شكرا جدا ليك لان بسببك فقت لنفسي، انا كان عندي حق انت فعلا شخص مميز. بيتوتر جدا يوجين وبيقول لها يا ستي شكرك مقبول، ممكن تنزلي من فوقي بقى؟
بتقول له ريتي ليه؟ ما تخلينا نكمل اللي كنا بنعمله المرة اللي فاتت واتأكد انت ولد ولود ولا لأ. بيترعب يوجين وبيقول لها لا لا طبعا انت مش خطفتي اميرتك وخلاص، يلا بقى كملي حلمك وتحولي لتنين وقفي فوق البرج. ولحسن حظ يوجين ان هيونجي ونوا بيجوا ينقذوه. اي نعم جوهم في وقت مخل للاداب، بس اهو احسن عشان ينقذوا يوجين من تحت ايد قاتلة العذراء. واول ما بيوصل يونجي بيقول احم شكلي جيت في وقت مش تمام. وهو بيقول ليوجين انا جيت عشان انقذك يا اميرتي الجميلة. وطبعا يوجين بيتصدم وبيتوتر جدا وبيقول له استر عليا يستر عليك ربنا الهي ما تتفضح ابدا. وان هو بيتكسف جدا وعلى طول بيغمض عينيه. ويونجي بيكمل كلامه بيقول لهم هو انتم غيرتم الرواية ولا ايه وبدأتم في رواية تانية بلس 18؟ بينادي عليه يوجين وبيقول له مش وقت فزلكتك دلوقتي وانقذني منها وحياة عيال امك. بيقول له يونجي بس كده يا اميرتي انت تأمريني امر. بتتضايق ريتي وبتقول له انت تاني شكلك عايز تدخل في قتال معايا صح؟ فبيقول لها يونجي انا قبل كده كنت بنضف وراكي ودلوقتي انا انضفك انت شخصيا. بتتحمس ريتي جدا وبتقول له هو ده الكلام التمام، بما ان الاميره هنا خلينا بقى نرقص رقصتنا الاولى. وبيفعلوا مهارتهم هما الاتنين وبيهجموا على بعض. يوجين بيتصدم من اللي بيحصل دوت وبيقول لهم انتوا فعلا هتتقاتلوا بجد؟ الله يخرب بيوتكم انتم لو فضلتم في المكان كده وما بيلحقش يكمل كلمته يا عيني والمكان فعلا بينهار. ولحسن حظه ان نوا موجود وبيقدر انه ينقذه على اخر لحظة. ويوجين بيبقى مش مصدق قوتهم ديت وان ازاي اصلا في بشر بالقوة دي كلها. فبيطمنوا نوا وبيقول له سيبهم براحتهم هم بيلعبوا مع بعض بس ومحدش فيهم هيموت. هو الوضع كان هيبقى صعب فعلا لو اختي ريتي ما رجعتش لعقلها. فبيكلم يوجين نفسه وبيقول الحمد لله ان الخصم كان تنين ملعون لان قوتي زادت للضعف. وبيركز كده في كلامه وبيصطدم وبيقول لا كده مش طبيعي نهائي، ومستحيل يكون كل التنانين اللي قابلتها في حياتي قابلتهم صدفة. لو قلت أول مرة كانت صدفة وتاني مرة قلت إن الطائفة بتتعامل مع تنانين السم، طيب توأم التنين ديو اللي ما كانوش موجودين أصلا في حياتي السابقة ولا التنين اللي ظهر ليا في حياتي السابقة وقتل أخويا، أنا لازم أفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. وهو بينادي على نوا وبيقول له نوا ممكن تقول لي على تفاصيل الزنزانة اللي دخلتها عشان تحصل على لقب التنين ديو؟ وبتنتقل بينا الأحداث لريتي وبنشوفها بتشرب جرعة الشفا وبتكون مجهدة بس في نفس الوقت مبسوطة جدا وبتقول لي لهيونجي أنا حاسة إحساس حلو جدا من بدري ما حسيتوش وما حسيتش إني مبسوطة كده برغم إني ما عرفتش إني أصيبك كويس، بس تتعوض إيه الهجوم اللي جاي. يلا بقى يا أميري اخرج من مخبأك بسرعة. وبيظهر يونجي وهو واقف وراها وبيكون متصاب بسمها في إيديه وبيقول لنفسه للأسف في حد الجرعة الشفا وانا مستحيل اعرف اتجنب كل الدخان المسموم ده بمهارة التنبؤ بس، وهي لو هاجمتني دلوقتي فانا هكون في وضع خطير جدا. وبيحبط وبيقول كده هي هتقدر انها تخلص عليا بكل سهولة، انا اول مرة حرفيا اشوف يونجي ضعيف كده. وهو سرحان بيظهر فوقيه خيال لنوا وهو بيبص لفوق بيلاقي المجنون يوجين ناطط من فوق نوا باتجاهه وعينيه كلها غضب وبيزعق فيه وبيقول له امسكني بسرعة يا يونجي. ويونجي بيتصدم من تهوره ده وبيجري بكل سرعته عليه عشان يلحقه. هو بيقول لنفسه ده مجنون ده ولا ايه التهور ده كله مرة واحدة. وبيمسكه بيقول له انت كنت بتفكر في ايه بالظبط؟ ويوجين مش بيرد عليه وبيفعل مقارته على ايده وبيقدر انه يشفيه من السم. ويونجي بيكون في قمة صدمته يا عيني لان ازاي صاحب الرتبة اف ده قدر انه يلغي سم عالي الرتبة كده. وريتي بتيجي من وراهم وبتقول لهم على فكرة ده اسمه غش انا اللي كنت هفوز. ويوجين بيقول لها كفاية لعب لحد كده وانا عندي سؤال عايزك تجاوبني عليه يا سيدي يونجي. ودي اول مرة يوجين يتكلم فيها مع يونجي بصفة الالقاب. وبيكمل كلامه يوجين وبيقول له هو الزنزانة اللي دخلها نوا عشان يحصل على اللقب كانت معلوماتها من الطائفة؟ هيونجي بيستغرب من سؤاله دوت بس بيحب يقلش كالعادة. هو بيقول له احنا خلاص خلصنا فقرة الروايات دخلنا في فقرة الأسئلة. فبيقول له يوجين اسمعني، رئيس الطائفة حاول انه يستخدم ريتي بدالك بس بعد ما هي رفضت عرضه اخد اخوها عشان يضغط عليها وطلع اشارة الزنزانة واللقب عشان يجذب انتباههم وفضل يتلاعب بالكلام عشان يوصل المعلومات ليك او بمعنى تاني هم استخدموك عشان يخلصوا منك. انت كنت عارف كل ده؟ فبيقول له يونجي وانا اعرف من فين هو انا مخاوي؟ فبيقول يوجين لنفسه للأسف هم اعتبروا يونجي قطعة شطرنج واستخدموها براحتهم واللي ساعدهم في ده انهم يعرفوا طريقة صنع الزنزانات. وبيفتكر يوجين كلامه مع نيو وهو بيقول له في البداية كان زعيم الزنزانة نمر ضخم
لكن فجأة جه التنين دي وقتل النمر ده وبقى هو زعيم الزنزانة. بيتصدم يوجين من كلامه ده لأنه هو نفسه اللي حصل معاه في حياته السابقة، زنزانة بالرتبة إيه يظهر فيها تنين. وبيتعصب جدا يوجين وبيقول روشاز ما كانش المفروض يظهر في الزنزانة ويوهان جه عشان ينقذني، كأنه كان عارف إيه اللي كان هيحصل من قبلها، وأكيد الزنزانة اللي أخويا مات فيها هم اللي عملوها. وبيفوق من تفكيره وبيمسك هيونجي من هدومه وبيكون متعصب جدا وبيزعق فيه وبيقول له هيونجي انت لازم تقول لي كل اللي تعرفه عن الاوغاد دول. وبينتقل بينا المشهد لنيوا وبيكون مستغرب من تصرف يوجين ده وايه الحاجة المهمة اللي خلته ينط من فوقيه بالتهور ده كله. وبيقطع تفكيره هجوم ريتي عليه وهي بتقول له بقالنا فترة ما تقابلناش يا ابن ابوي. بيخاف جدا نيوا منها فبتقول له انت خايف من ايه بس ما تخافش انا سامحتك خلاص. بيتنهد نيوا بيقول لها انت المفروض ايه اللي تعتذري ليا وتطلبي مني اني اسامحك وسيبيني بقى خليني اروح ليوجين. بتقول له ريتي لا طبعا ده اكبر غلط، ما ينفعش تقرب منهم دلوقتي خالص، هما بيتكلموا مع بعض في كلام مهم جدا. نرجع تاني ليوجين وهو بيقول لهيونجي جاوبني يا هيونجي انا لازم اعرف مين الاوغاد دول، لو انت خايف من عقدك معاهم فانا اقدر اني ابطل لك العقد ده. بيتصدم هيونجي وبيقول تبطل العقد؟ يعني انت طلعت عندك مهارة مقاومة للعنات؟ انا قلت برضه ريتي فاقت ازاي من اللعنة اللي كانت عليها، واكيد طبعا مش عندك مهارة عادية، دي اكيد بالرتبة ترابل اس على الاقل وممكن كمان تكون بالرتبة ال. بيتوتر جدا يوجين وبيقول لنفسه ده فعلا طلع ذكي جدا كمان، بس انا ما عنديش مانع ان اتكشف قدامه، بس المهم اني اعرف منه المعلومات ايه اللي انا عايزها. بيقرر انه يعرفه انه عنده مهارة بالرتبة ايه اللي فعلا، فبيبتسم هيونجي وبيقول له حلو جدا بس برضه مش هينفع، وبيعمل حركة بايديه بيخرج منها طاقة كبيرة جدا ونور جامد، وبيطلع العقد بتاعه ايه اللي بيكون شكله خطير جدا باللون الاحمر كمان. وبيقول له عقدي بالرتبة ايه وما اعتقدش ان مهارة بنفس المستوى هتقدر انها تبطله، وبعدين انا دراعي اليمين وعيني اليمين كمان هيطيروا لو فكرت اني اخل بالعقد او احاول اني ابطله. ونوا بيتصدم اول ما بيشوف العقد بتاعه وبيقول مين الغبي اللي يوافق يمضي على عقد زي ده. حتى ريتي بتتفاجئ وبتقول لنفسها ده اقوى من العقد بتاعي بمراحل، انا هاخد شويه ملاحظات منه واضيفها للعقد بتاعي. ويوجين بيتوتر جدا هو كمان وبيقول هم اكيد عملوا مع يوهان نفس العقد ده، وبيحاول يجمع نفسه بيقول ليونجي انا قوتي بتتضاعف ضد التنانين الملعونه عشان كده هقدر. بيقطع كلامه يونجي وبيقول له انت فعلا كل يوم بتبهرني عن اليوم اللي قبله، بس تفتكر انت فعلا هتقدر تبطله ولا انا هكون بالنسبه لك فار تجارب مش اكتر؟ بيتحمس جدا يوجين وبيقول له ايوه انا هقدر اني ابطله، وبعدين لو حصل ليك اي حاجه انا اللي هعوضك عنها. وبيقرب من العقد بتاعه عشان يلمسه وهو بيقول له ولا انت حابب انك تفضل تحت طعم طول حياتك وتكون زي الكلب كده؟ وما بيلحقش يخلص الكلمة بيلاقي يونجي هجم عليه وشكله وقالته بيتغيروا 180 درجة وعينه بتطق بالشر. أنا أول مرة أشوف هيونجي بالشكل المخيف ده. وبيبدأ هيونجي يخنق يوجين جامد جدا وبيقول له شكرا جدا ليك يا يوجين بس كفاية عليك لحد كده. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت، لو عجبتكم حلقة النهاردة يا ريت تدعمونا باللايك الجميل بتاعكم وتشجعونا بأي كلمة حلوة منكم في التعليقات. وكالعادة قبل ما نقفل يلا بينا نصلي كلنا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا السلام.